مين اللي كانوا بيحقدوا على نصيحة هارفي بارنز واتريقوا عليها بعد ما خيش في الماتش الاولاني؟ اهو جالتكم في الماتش التاني. احلى شغل، انا بقدم عظمة كلها ريسكات اقل من 5% اساسا. وده ردي على اي واحد بيتريق على نصايحي، ده هجيب له الاستاذ علاء مرسي يرد عليه. شكرا جدا يا شباب، شكرا جدا 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 على الدعم الفظيع اللي اخدته في الفيديو اللي فات. عديت كمان ال50 اللي انا طلبتهم. انا بصوا يعني عايز يعني ايه كده تظبطوني، والله اللايك بيفرق بجد، اللايك بيفرق. فانا عايز ايه 50، ومش عايز يا عم اكتر، عايز 50 بالظبط يا عم. عايز 50 وتبقوا عاملين معايا احلى شغل واحلى واجب. وهظبطكم النهارده في النصايح، فاظبطوني انتوا كمان، لايكات سبسكرايب شير لاصحابكم، ويلا بينا نبدأ. ويعني عايز اشكر الاول واتكنز وميتوما وبارنز ان هم انقذوا لي الجوله دي، معاهم الحارس ستيل الرائع. انا فرحان بجد ان انا يعني من النادرين او الوحيد اللي نصح بستيل، لان ستيل اصلا مع 2% بس. يعني جبته جوله ماشي. الجوله دي ماتش اسيست وماتش كلين. يعني يا جدعان هو في احلى من كده؟ يا جدعان جايب 10 نقط، حارس ب3 و9. يعني في احلى من كده؟ ده في حراس ب6 و6 ونص وما بيجيبوش النقط دي. فيعني شكرا جدا للرجاله المحترمه. عايز اتكلم في نقطتين مهمين. سواء انت عندك بقى خواص ما عندكش خواص، بس انا هتكلم عن نقطتين. مثلا اللي معاه فري هيت مثلا في ال 32، لو معاك فري هيت في ال 32 حاول انك تملي لعيبه بقى من يونايتد وسيتي وبرايتون. اكتر فرق عندهم دبلات. يعني برايتون عندها دبل في ال 34، في دبلين لسه ما تحددوش، لسه ما اعلنش عنهم، وفي دبل ممكن يزيد عليهم. السيتي عندها دبل في ال 34 وفي دبل لسه ما تحددش، وفي دبل ممكن يزيد عليه. يونايتد عندها دبل في ال 34، دبل لسه ما تحددش ودبل ممكن يزيد. فالفرقه دي اكتر فرقه عندها دبلات، وتشيلسي ونيوكاسل برضو عندهم لسه دبل. فيعني ركز على الفرقه دي. لو انت هتعمل في ال 32 زود لعيبه كتير منهم، وفي ال 32 اعمل فري هيت عشان هم هيكونوا بلانك. اما لو انت ما عندكش مثلا فري هيت وعندك لسه خاصيه البنش بوست، سيبها ل 34 وحاول ان انت يعني عشان بقى تدخل 32 برضو بلعيبه كتير، حتى لو مش بال11، بس ان انت حاول يكون ما تبيعش اللعيبه اللي معاك من السيتي ويونايتد وبرايتون، وحاول انه يكون عندك 3 او 4 مثلا. ويعني حاول ان انت تجيب لعيبه من فرق هتلعب في البلانك وعندها دبل. وهما 3 فرق: فولهام، ويست هام، ليفربول. عارف ان مستوياتهم الحاليه مش افضل شيء، بس فولهام مثلا فرقه ما زالت فرقه محترمه، فرقه ما زالت فرقه كويسه جدا، فرقه هجوميا كويسه، فرقه دفاعيا مش وحشه، بتعمل شغل حلو. ماتشاتها الجايه فيها ماتشات حلوه، فيها ماتشات غلسه، وعندها دبل دبل صعب، بس برضه هو دبل يقدروا يعملوا فيه شغل. ويست هام ماتشات، ماتش حلو ماتش وحش، ماتش حلو ماتش وحش. بس خد بالك ويست هام سادس او سابع اقوى دفاع في الدوري. سيبك من الترتيب بتاعهم، دفاعيا كويسين. فانا مش هقول لك هات هجوم منهم، بس هات مدافع منهم، وهو ايميرسون رويال. ايميرسون رويال ايه، ايميرسون العادي. ايميرسون، عشان انا كنت لسه هتكلم عن ايميرسون رويال. فايميرسون العادي ده ب4 مليون بيلعب اساسي كل الماتشات، بيعمل احلى شغل، وبيلعب باك شمال، وممكن ساعات يلعب بال3 4 3، فهو يكون في الاربعه اللي في النص. فيعني هيظبطك ايميرسون رويال تظبيط جامد قوي يعني. ويعني يا عم لو انت مش مقتنع بيرمي ديك، يعني احسن من اللعيبه العجيبه اللي انتوا كنتوا بتجيبوها ب4 مليون، نيكو ويليامز واللعيبه العجيبه دي. فانا شايفه اختيار ممتاز جدا للفتره الجايه. بلانك دبل على الاقل، حتى لو مش هتلعبوا في اي جوله لعبوا في بلانك والدبل. ليفربول لسه هنشوف بقى موضوعها ده يعني كمان جولتين 3، لان حرفيا الفرقه دي لا صعبه قوي يعني. الفرقه دي صعبه قوي بجد، دفاعيا وهجوميا. يعني تشيلسي وهي مالط والله العظيم، تشيلسي لو كان عندها بس مهاجم عدل امبارح والله يكسبوا 3 4 مستريح مستريح، 3 4 0. عايز اتكلم عن شيلول. بما اننا اتكلمنا عن تشيلسي، شيلول ده بجد يا جماعه اكتر واحد بيثبت لك النظريه بتاعت الكوره مش زي الفانتزي. الكوره مش زي الفانتزي. المتالق في الكوره مش لازم يبقى متالق في الفانتزي. شيلول كل ماتش اللي هو بتاع ليفربول عامل اسيستين. ما البهيمه اللي قدام ده مش عارف يعمل حاجه. في الماتش اللي قبليه 5 اسيستات، ولا واحد عارف يترجمها لجوان. في الاخر الماتش اللي كان عامل فيه 5 اسيستات محققه، في الاخر طلع 0. والماتش اللي قبليه كان نقطه.
يعني الواحد هيتشل ماتش اصلا بتاع الصفر ده اساسا كان الماتش اللي هو اللي فات اللي هو طلع فيه صفر كان جايب جول كمان مملغي، يعني حاجه صعبه، حاجه صعبه بجد. انا بجد الواد ده بيحيرني، يعني ما بقتش عارف اقول بيعوه ولا سيبوه. حالته صعبه. مهم، بما اننا بتكلم عن ايمرسون العادي، عايز اتكلم عن ايمرسون رويال. ايمرسون رويال مصاب يا جماعه في توتنهام، وهيرجع خلاص في اخر الموسم، يعني هيرجع 6 مايو 12 مايو 13 مايو حاجه كده. مهم، عندك اختيار بيدرو بورو. توتنهام انا عارف ان برضو دفاعها مش افضل شيء، بس ماتشاتها حلوه، ماتشاتها مغريه، هما يعني ممكن يطلعوا كلين كده زي ليفربول، عارف اللي هي تيجي كده مع الهبل دوبل، اللي هي الدبل كده يجي كده. فانا شايف ان بيدرو بورو اختيار حلو جدا بعد ماتش برايتون، يعني ما تجيبوش دلوقتي. الواد ده يا جماعه بيهاجم اكتر من كولوسوفسكي ومن سون ومن كل واحد، يعني والله والله في ماتشات في يعني في هجمات توتنهام بتعملها بيبقى هو داخل بالكره الجون. اما الماتش بتاع ايفرتون هو داخل بالكره الجون حرفيا، في كوره كان داخل بيها الجون بس هو ما دخلتش. فالاختيار ده حط عينك عليه ومفيش حد باصص عليه، فانا ببص بنبهك للعيبه اللي هو محدش واخد باله منك خالص، وهيلعب معاك شهر وشويه عقبال بقى ما ايمرسون يجي بقى ويحصل مداوره ما بينهم. استون فيلا، الناس المغيبه اللي لسه ما جابتش من استون فيلا، يا جماعه استون فيلا دي انضف فرقه في الفرقه كلها حاليا بجد. يعني فرقة نظيفة للعين كده، هجوميا دفاعيا. دفاعيا لازم تجيب منهم، حتى لو ماتشاتهم غلسة هات منهم. مينجز ده بيحنكش قدام، وانا اول واحد اتكلمت عن مينجز. واتكنز لازم يكون معاك، واتكنز انا شايفه اختيار ممتاز احسن بكتير من توني. يعني ما اعرفش والله، يعني توني ده حتى لو جاب توني عنده كارت اصفر ويتوقف ماتشين في اي وقت، غير العقوبة اصلا بنسبة كبيرة هتحصل الشهر ده. العقوبة بتاعت الايقاف بتاعته اللي هو هياخد الايقاف الشهور ولا السنة ولا السنين اللي هياخدها في الشهر ده. فانا شخصيا مش هقعد مستني لحد ما يعلنوا عنه، ممكن اصلا يعلنوا عنه بعد اي ديدلاين البس بقى. ف بالنسبة بقى لليستر، يعني ليستر اصبر على ماديسون وبارنز، اصبر عليهم، ماتشاتهم الجايه حلوه جدا. وليستر ميزتهم ان هم حتى وهم مالطو، حتى وهم بيخسروا كل الماتشات بيعرفوا يجيبوا جوان، وهي دي النقطه اللي انا بحبها. عشان كده انا ما زلت واثق في بارنز وماديسون ان هم يعملوا شغل، والماتشات الجايه بتاعتهم حلوه والله، ماتشات حلوه. يعني ما عدا ماتش واحد بس بعديها يعني ماتش ال 31 سيتي، وبعد كده ماتشات حلوه على فكره. السيتي يقدروا يجيبوا فيهم، يعني يقدروا يجيبوا في السيتي دفاعها اصلا رايح في داهيه. آم، ده بالنسبة للنصايح. هنتكلم بقى في التوقعات. يونايتد وايفرتون، انا بصور طبعا في قبل الفطار قبل الماتشات كلها، بس يونايتد حتى لو كلين ضاع قدام برينتفورد خليك لسه واثق في شو والعب بيه. ايفرتون المفروض ماتش سهل، يقدروا يجيبوا جوان ويقدروا يطلعوا كلين شيت. المفروض راشفورد يخلي عنده اهله دم، انا مش عارف هيعمل ايه النهارده، بس بصراحة مش متفائل لان واضح ان راشفورد بيلعب على اصابة، فربنا يستر، ربنا يستر. استون فيلا ونوتنجهام فورست، استون فيلا تقدر تعمل سكور وتقدر تطلع كلين ان شاء الله في الماتش ده. الخوف طبعا الوحيد بيبقى من برينان جونسون، هو ده الوحيد اللي بيلعب في الفرقه بتاعت نوتنجهام فورست. برينتفورد ونيوكاسل ماتش صعب قوي، بس انا شايفه او اتمناه، انا هتكلم بالتمني، نفسي ينتهي 0-0 نفسي. فولهام وويست هام، فولهام ويست هام ماتش صعب برضو والكفه متقاربه، بس فولهام تقدر تكسب بكلين في الماتش ده. ليستر وبورنموث، ليستر هيدخل فيها جوان كده كده. الناس اللي بتجيب دفاع من ليستر دي ناس غريبة جدا بجد. بشوف ناس بتجيب خط الدفاع وغيروا ورد بإيفرسون، انتوا ناس غريبة جدا يا جماعة. والله لو هيلعبوا مركز شباب الحبانية هيدخل فيهم جوان عادي. فليستر هيدخل فيها جوان، بس بارنز وماديسون يقدروا يعملوا شغل، وليستر تقدر تكسب في الماتش ده. توتنهام وبرايتون، توتنهام احتمال تكسب او يحصل تعادل، بس كده كده مش هيبقى فيه كلين شيت. معاك ميتوما ما تقعدوش دكه، كلام ليا على ان انا بنسبه كبيره هقعد ميتوما لان عندي لعيبه كتير ماتشاتها حلوه، فانا يعني الموضوع ده عامل لي ازمه بصراحه. وكين خد بالك منه عشان هو في الماتش ده انا حاسه جدا هيولع الدنيا في الماتش ده، لان كمان برايتون بتطلع كلين
ماشي، بس دفاعيا مش افضل شيء، خاصة بره الارض. الفرقة بره الارض بيدخل فيها جوان كتير عادي، بيدخل فيها جونين وثلاثة وعادي يعني، فيعني دفاعيا مش افضل شيء. وولفرهامبتون وتشيلسي. تشيلسي المفروض تكسب بكلين، المفروض الفرقة دي ملهاش كتالوج ولا ملهاش انك تقول لها المفروض اساسا، لانهم ماشيين عكس المنطق. سيتي وساوثهامبتون. وانا يعني النصيحة المهمة اللي عايزك تاخد بيها وهو جريليش لازم تجيبه بجد. خاصة لو هتعمل فري هيت في ال 32، جيب بقى لعيبة براحتك من اللي عندهم دبل في ال 34. هات جريليش اكتر لاعب لعب مع جوارديولا من ساعة الرجوع من كأس العالم. اكتر لاعب يعني ما تدورش، ما عادش دكة غير مرة او مرتين. جريليش مساهماته كويسة جدا ومستواه بيتحسن اكتر واكتر، وقريب قوي للجون وبيوصل كتير، بيعمل اسيستات كتير، بيوصل للجون كتير. فانا شايفه اختيار ممتاز جدا جريليش للجولة دي. دفاعيا هما المفروض يطلعوا كلين، بس انا السيتي دي انا لا اثق فيهم بربع جنيه. عايز اتكلم برضو في نقطة مهمة وهو هالاند اصبروا يا جماعة لحلقة المؤتمرات والإصابات، لأن لو هالاند لسه مش جاهز وفي ناس باعته، ما ترجعهوش بقى خلاص يعني، ما هترجعه تعمل بيه ايه يعني لو انت معاك قعده دكة ساعتها يعني، لو هو فعلا مصاب. لكن لو هو مش معاك اساسا وبعته وعايز ترجعه، اصبر للمؤتمرات، لانه لحد الان هو لسه مصاب. فانت هتجيبه هتعمل بيه ايه؟ بعديها هيلعب جولة وبعديها جولة بلانك، فيعني المفروض بقى ساعتها ترجعه بقى بعد البلانك، فاهمني؟ يعني هتبقى حاجة ملهاش لازمة ان انت تجيبه بقى في ال 31 ساعتها. فانت اصبر لحلقة المؤتمرات. وانا بالمناسبة ما عدتش حد حلقة المؤتمرات المرة اللي فاتت عشان الناس ما ظبطتنيش لايكات، فاظبطوني اللايكات الكتير يا شباب. ويلا بينا نكمل ليدز وكريستال بالاس. ماتش ملوش دعوة بالفانتازي، الماتش اعتقد مش هيبقى فيه كلين للفرقتين، وليدز ممكن تكسب. ليفربول وارسنال، مش هتوقع حاجة لان ليفربول محدش يتوقع لها حاجة. بس الشيء الوحيد اللي اكده لك ماشي، ان مش هيبقى فيه كلين لاي حد من الاتنين، تمام؟ دي اول حاجة. وان ارسنال هتبهدل ليفربول. ارسنال يعني هتعبي ليفربول حرفيا. يعني لو عندك اتنين او تلاتة من ارسنال من الهجوم، اوعى يعني اوعى تقول لا انا مش هلعب بيهم. لو عندك ساكا ومارتينيلي بالذات، اوعى تقعدهم دكة، اوعى تبيع حد فيهم الاتنين دول يلعبوا اساسي. مستريح، مستريح خالص. بالنسبة للكابتنة، لو هالاند جاهز هيبقى رقم واحد. بس نتكلم بقى من بعد هالاند. واتكنز يا جماعة، واتكنز ليه محدش بيبص عليه ومحدش بيكابتنه؟ هو الناس مش مستنضفاه ليه؟ بجد والله يا جماعة. عارفين هو في ماتش تشيلسي جات له فرصتين جاب جون. الماتش اللي هو بتاع ليستر جات له فرصة جابها جون. يعني هو بيعمل عليه اي حاجة بتجيله بيجيب جون، ما هو هيعمل ايه اكتر من كده؟ عظمة. عشان كده لو حتى عايزين تسأله هو ليه بياخد بونص كتير، عشان هو بيجيله فرصة بيجيبها جون فبيشفط البونص كله. عكس لعيبة تانية بيجيلها فرص كتير ما بيجيبوهاش جوان، وبعد كده يجيبوا جون فمش هياخدوا بونص ساعتها. فواتكنز هو رقم اتنين بعد هالاند لو هالاند مش موجود. رقم تلاتة بعديه راشفورد لو هيكون جاهز، اتمنى ان هو يكون جاهز يعني، اتمنى، مع اني مش متفائل بصراحة. رقم أربعة هاري كين، وأنا متفائل جدا بهاري كين، متفائل جدا وحاسس إن هو كمان ممكن يجيب نقط أكتر من التلاتة اللي فوق، يعني أكتر من التلاتة اللي أنا قلتهم قبليه. والاختيار الأخير معايا وهو هارفي بارنز، الاختيار المجنون. وأنا حاسس إن بارنز ممكن برضو إن شاء الله مش هيخزني في الجولة دي. اظبطوا لي اللايكات، السبسكرايب، الشير لاصحابكم. مستني حلقة المؤتمرات والخبر الأهم، وهو هل هالاند هيكون جاهز ولا مش جاهز.